عمرك حسيت انك بتجري طول الوقت؟ صحيت من النوم، شغل، مواعيد، مشاوير، التزامات، وفجأة تلاقي نفسك مش عارف تعيش، بس بتنجز. طيب، امتى آخر مرة عشت؟ مش اشتغلت، عشت. النهاردة في خطوة لقدام هنتكلم عن التوازن بين الحياة والشغل، خطوة بخطوة. وهحكي لك قصة لحد مشهور جدا، يمكن تديك لمحة نور في وسط الزحمة اللي احنا عايشين فيها. خليني احكي لك عن حد يمكن ما تعرفش الحتة دي من حياته، وهو هوارد شولتز، مؤسس ستاربكس. النهاردة العالم كله بيشرب من ستاربكس، وطبعا ده لا دعاية ولا اعلان، وخدوا بالكم انه مقاطعة، بس عجبتني قصته لانها ملهمة. هوارد لما كان شاب كان بيشتغل في شركة ادوات مطبخ، كان شاطر جدا وطموح، بس كان حاسس ان في حاجة ناقصة. كان بيشتغل بالساعات، يحقق ارقام ويكسب فلوس، بس كان بيرجع البيت فاضي. وفي يوم سافر لإيطاليا في شغل، وهناك شاف الكافيهات مش بس مكان بيقدم قهوة، لكن مكان بيجمع الناس، بيربطهم، بيخليهم يرتاحوا. اللحظة دي كانت نقطة تحول في حياته. رجع وقرر يعمل مشروع ما يكونش بس شغل، يكون حياة. لكن الطريق ما كانش سهل، خسر كتير وتعب، وحياته الشخصية بدأت تتأثر. هنا خد القرار الأهم، قال أنا مش هنجح لو نسيت نفسي وعيلتي في السكة. ابتدى يخطط يومه بمبدأ بسيط جدا، وهو وقتي الحقيقي مش بس للشغل، ده للناس اللي بحبهم ولي أنا كمان. النهاردة الراجل ده بقى رمز مش بس للنجاح، لكن كمان لفكرة انك تشتغل بذكاء مش بس بجهد. طيب واحنا نعمل ايه؟ خطوة بخطوة. اول حاجة لازم ترسم حدود لنفسك، يعني ما ينفعش تبقى متاح 24 ساعة لأي حد، حتى الشغل. تاني حاجة خصص وقت لنفسك، تلعب رياضة، تقرأ، تقعد مع حد بتحبه، أو حتى شوية هدوء. تالت حاجة اتعلم تقول لأ، مش كل حاجة لازم تقول عليها حاضر. رابع حاجة ودي الأهم، إنك تخطط ليومك، بس دايما سيب فيه مساحة للتنفس عشان تقدر تتنفس. لما توازن ما بين شغلك وحياتك هتبدأ تحس بطعم الحياة، هتحب شغلك وهتحب نفسك أكتر. ولو حاسس إنك تايه، ابدأ بخطوة بسيطة، وهي إنك تسأل نفسك أنا مبسوط ولا بس شغال؟ واستنوني الحلقة الجاية من خطوة لقدام، عشان كلنا بنمشي سوا خطوة بخطوة، بس المرة الجاية عايزين نمشي واحنا فاهمين احنا رايحين على فين.